القضية الأولى التي سنتحدث عنها في هذا العدد تخصك سيدة فايزة. قضية صنعت الحدث مؤخرا، هي يعني التحايل اللي تعرضت إليه من الاتحادية الجزائرية للكاراتيه. وش تقدري تقولي لنا في البداية عن هذه القضية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في شهر جويلية كنا تشرفنا بتكريم رئاسي هايل، وكانت أولى في تاريخ الرياضة الجزائرية وين رياضيين ومدربين يتلاقوا مباشرة مع رئيس الجمهورية ويديروا لهم مأدوبة فطور ونفطروا معهم مع رئيس الأركان الجيش الشعبي السيد شنقريحة وكل الطاقم الحكومي كوزراء. يعني كان يوم من أسعد الأيام اللي عشناها في لاكارير تاعنا. كان رئيس الجمهورية كرمنا بعد النتائج الجيدة اللي تحصلنا عليها في الألعاب البحر الأبيض المتوسط، كان كرمنا بشيكات كرياضيين وكمدربين. أنا كمدربة كان أعطاني شيك فيه مونطون تاع 50 مليون، ولكن الفرحة تاعي ما تمتش. كي عطاهولي موراها نتلقى مكالمات كثيرة وضغوطات كثيرة أيضا من مدرب جزائري وأمين الخزينة للاتحادية يطلبوا مني باش نعطيهم 10 ملايين لأنهم بعتهم رئيس الاتحادية. يعني بعد الضغوطات وبعد المكالمات المتكررة منهم أعطيت لهم 10 ملايين. بعدها بواحد الشهرين ولا قمت أنايا تكلمت مع رئيس الاتحادية والتريزوريي باش يردوا لي المستحقات ديالي ويدفعوا لي يعطوني الأجرة تاعي اللي كنت نسلهم 10 أشهر تاع انديمنيتي مونسيوال. نعم، تاع عمل. كنت مدربة وطنية في اختصاص كيميتي سيدات. عندي 10 شهور ما خلصتهمش، طلبت لهم يعطوني 10 شهور ديالي، وكنت عملت تربصات مع الفريق الوطني لأكثر من 115 يوم. 115 يوم عمل كيف ما حبوش يخلصوني. وهذا كله قمت بطلب رسمي للاتحادية. طلب لرئيس الاتحادية أنا اتصلت به بصفة رسمية، كتبت له، ما داهاش فيا وما ما ردش على الطلب ديالي. بعدها بأسبوع تانيك درت لهم غابيل الأمين الخزينة لأنه هو اللي تقبض عليا الدراهم الأموال، وكان مبعوث من طرف رئيس الاتحادية. أنا درت لهم غابيل، ما كان والو. استنجدت بالوزارة وعملت درت طلب تدخل للوزارة، يعني لحد الآن مازال ما كلمونيش كوزارة. بعدها قمت بإرسال تقرير مفصل لمفتشية لوزارة الشباب والرياضة. حكيت لهم كاع الأحداث اللي صارت من قبل الألعاب البحر الأبيض المتوسط حتى النهار اللي حبسني فيه رئيس الاتحاد، حبسني يعني توقيف تعسفي. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.